واخد بال حضرتك؟ وانحسار الاعداد تدريجي. انا متوقع مثلا انه مثلا يوم الثلاث او الاربعاء انا مش هلاقي حالات دخول، لانه هتنتهي الفتره اللي هي كانت بتسمى فتره حراره الميكروب. اخر مره كان فيها الميه ملوثه كانت يوم الاحد اللي فات. طب دكتور ممدوح، يعني تقريبا من اول ما ابتدى ظهور المرض لحد النهارده في كام حاله؟ عشان الاهالي بيتكلموا عن 300 واكتر. لا لا مفيش 300، لا مفيش 300 خالص، لسه يعني في حدود 70 تقريبا. طب دكتور ممدوح، سؤال اخير، لانه في حضرتك كنت بتقول انه الاسره في المستشفيات متاحه والمستشفيات مجهزه لاستقبال المرضى، لكن في شكاوى متعدده من الاهالي من المستشفيات انه مستشفى حميات الأليوب تحديدا بترفض استقبال المرضى لعدم وجود اسره كفايه فيها، غير شكاوى من سوء المعامله داخل المستشفى من الدكاتره ومن الممرضات. انا كنت النهارده في أليوب، خلي بال حضرتك، فيها حوالي 38 مريض، سواء مرضى التيفويد اللي هم من ابا ردعه او مرضى الحميات الاخرى، الحالات الاخرى من بلاد اخرى يعني حميات ثانيه. خلي بال حضرتك يعني في عندي حوالي 22 سرير فاضي. ده حاجه. الحاجه الثانيه، المرضى لما بيفدوا للمستشفى بيبقوا مصرين على الدخول، سواء حالتهم تستدعي او لا تستدعي، واللي بيقرر الدخول هو الطبيب بعد مناظره الحاله. اما ان يفرض عليه الدخول وعندما يحاول يقنع الناس انه لا يعني مجال لدخول المرضى، دي ناس بتزعل وتفهم غلط على ان احنا بنمنعهم من الدخول. ده سبب ثاني. سبب ثالث انه زي ما قلنا سلوكيات التعامل بين العامل يعني مقدم الخدمه وطبيب الخدمه، يعني ما هي متاثره بجو المجتمع ككل. ده بال حضرتك لما بتحصل بعض الحاجات الفرديه ويصلنا بيها اي شكوى بناخد فيها اجراءات. يعني ده معناه انه في بعض حالات اساءة المعاملة داخل المستشفيات. انا ما وصلنيش حاجه شكوى من هذا النوع. طيب دكتور ممدوح، هو في حالات بعينها باسماء منشوره النهارده في تحقيق للمصري اليوم، يعني لو حضرتك تطلع عليه اشكرك شكرا جزيلا لاتخاذ الاجراءات اللازمه. اطلعت عليه وكان اشاره فقط بتعميم دون تحديد. اطلعت على مقال المصري اليوم النهارده كان في اشاره فقط دون تحديد واشاره معممه. يعني بيقول مثلا الوحده الصحيه ما فيهاش غير دكتور واحد وممرضه واحده. انا النهارده كنت في البلدة في الوحده الصحيه 4 اطباء شغالين وفي 70 مريض جوه المستشفى جوه الوحده. طيب وبالنسبه للحالات اللي في المستشفى كلهم صرفوا علاجهم. طيب وبالنسبه للحالات اللي في المستشفى يا دكتور، يعني هل حضرتك تابعت الحالات دي بالفعل؟ ايوه، كل المستشفيتين بتلين الحميات والوحده الصحيه. انا كنت في كل حته النهارده. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ممدوح خلاف وكيل وزاره الصحه بالقليوبيه. مشاهدينا وضيوفي اسمحوا لي هنطلع فاصل قصير ونرجع نكمل كلامنا، استنونا.
أهلا بحضراتكم مرة تانية، مكملين كلامنا بالمصري الفصيح عن انتشار مرض حمى التيفود بين بعض الأهالي في قرية البردعة والخرقانية بمحافظة القليوبية. ولسه معانا الأستاذة نجوى العشيري رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، والأستاذ سامي عبد الوهاب عضو مجلس محلي محافظة عايزين القليوبية. نصحح بس معلومة. اتفضل. إن الخرقانية لا يوجد بها حالات، الخرقانية توجد بها المستشفى. لكن كل الحالات اللي بتوصل في البردعة. للمستشفى من البردعة. وعشان نعرف الاتجاه سليم، الخرقانية في اتجاه شبرا الخيمة، أما البردعة في اتجاه بنها وأها، يعني بعاد عن بعض. شبكات المياه مختلفة تماما. لا، يعني هي شبكة واحدة. شبكة الرئيسية اللي بتغذي هي شبكة طولها 30 كيلو تقريبا، بتغذي الوحدة المحلية بشلقان وأبو الغيط، والوحدة المحلية بأبو الغيط بقراها وبتوابعها، والوحدة المحلية بسندبيس بقراها وتوابعها، اللي إحدى قرى والوحدة المحلية بسندبيس مدينة قرية البردعة اللي هي مجاورة لمدينة أها. شوفي دول بعاد عن بعض خالص، عشان إن المشاهد اما يسمع كده يحس انهم قريتين متجاورتين. لا، دول بعاد خالص. ولكن مستشفى الحميات موجوده في الخرقانيه. لكن اذا شبكه المياه الرئيسيه واحده وبتغذي اكتر من قريه، البردعه بالذات احنا قلنا بقى علشان الاهالي، هنرجع للنقطه دي والتربات الحبشيه، لانه الاهالي كمان عندهم وجهه نظر يعني الى حد ما ممكن تعتبر. لكن استاذ سامي، حضرتك في الفاصل كنت بتقول انه الاعداد اللي بيعلن عنها رسميا هي الاعداد اللي بتوصل للمستشفيات الحكوميه، لكن في احتمال ان يكون الاعداد اكبر لاسباب دي حضرتك دي حقيقه. هي في اهالي يعني يقول لك لا انا بودي لبنتي او ابني الدكتور، مش هوديه مستشفى. وديت غالبا بتبقى يعني راجل عنده واجهه اجتماعيه، عنده مش عاوز يودي بنته عروسه المستشفى وحاجات من دي. فهي ديت الاعداد فعلا اللي بتعلن. هو الراجل وكيل وزاره الصحه راجل صادق، لان الحاجات ديت في مستشفى، مش هيروح يمشي ورا الاهالي ويقول له انت وديت ابنك فين ولا وديت بنتك فين. لكن هو اللي بيوصل ليه وده اللي حصل. واخد بال حضرتك؟ بس انا بوجه برضه حضرتك الاستاذه نجوى ان في خبر سمعته في قلب القناطر نفسها، ان في قرار من وزير الصحه ان يقفل الحميات اللي موجوده في المستشفى بتاع القناطر وفي كفر شكر وفي شبيل القناطر. طيب انا بسال سؤال، اذا ما كانتش الحميات دي تشتغل في الوقت في الامراض المتوطنه ديت اللي احنا بتطلع لنا مره واحده كده من تحت الارض، وبيقولوا ان بيلحقوا الحميات بالمستشفيات العامه لها قسم خاص. طيب ده الحميات ديت بتعالج الامراض المتوطنه، فاروح النهارده ازاي اوديها مستشفى عامه احط لها قسم ازاي؟ يعني انا النهارده سمعته من بعض اعضاء المجلس المحلي الموجودين في القناطر. استاذه نجوى، هل عندك اي تفسير للقرار ده ومدى هو ده قرار مركزي، وصدر قرار مجلس محلي بان احنا يتم، ولم يصدر قرار تنفيذي مع المستشار المحافظ على فكره، ان يتم اعتبار مستشفيات الحميات اللي نسبة اشغالها لهذا التخصص اقل من 25، لم تتجاوز ال 25% اشغال للتخصص اللي هي منشأة للمستشفيات، تحول لعيادات خارجية تتبع مستشفى القناطر، هتحول للمستشفيات العامة اللي موجودة. وكان في تقصي قعد مدة زمنية، وجد ان مستشفى الخرقانية، مستشفى الحميات بالخرقانية بتستقبل حالات بعيدة عن التخصص الذي انشئت اليه، وهي علاج الامراض الخاصة المتخصصة اللي هي الحميات. وجدوها انها اطفال ونساء فاصبحت قالوا الافضل ان تحول الى عيادات خارجيه مع الاحتفاظ بالاسره الموجوده اللي هم 32 سرير لاستقبال حالات معينه في داخل المستشفى. طب ولما تحصل بقى حالات طارئه زي اللي احنا فيها دي؟ لا، ما هو ده الكلام ده سابق لاوانه، لسه ما تمش صدور اي قرار تنفيذي بهذا الصدد. هو مجرد قرار يعني زي ما قال تفضل السيد الفاضل عضو المجلس محل المحافظة بإفادتنا بهذا الموضوع، ولكن لم يصدر قرار تنفيذي.